السؤال يقول: مشاكلي مع والدتي دائما مع أني أحبها، لكن أجهل كيفية التعامل وياها. لا نستطيع أن نجهل، لأن القرآن كان واضحا. زين، القرآن أوضح بأن التعامل مع الوالدين يكون قائم على الإحسان. أحسن إليه. إن أصبحت في مقام من لا تحتاج إلى ولاية أمره شرعا تحسن له، وإن كنت تحت ولاية أمره فتنصاع لأوامره. وهو أنه مرات الأم تتكلم وتحكي، أنا أسكت ما أرد، ماكو داعي أجادل. مرات الأم تقول: يا بنتي لا تسوين كذا، أقول لها صح، ما أسوي كذا. كلما كان التعامل بإحسان وسعة صدر كلما كان أفضل. هل الإحسان وسعة الصدر يحتاج إلى جهد، طاقة، باور؟ نعم، يحتاج إلى جهد وطاقة. أحيانا الإنسان يفقد هذا الطاقة، يفقد هذا الباور، ما عنده خلق يتعامل مع الناس. ولذلك أوجد الله لنا التسبيح، أوجد الله لنا الصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم.